اهلا بيكم في مقدمه اجوبه اشكاليات عهد قديم. ليه في فرق بين قصه الخلق في تكوين واحد وتكوين اثنين؟ وليه ربنا اللي خلق ادم وحواء عريانين قام بتغطيه عريهم؟ وليه ربنا قام بحمايه القاتل قايين وتطمينه؟ وليه ما عاقبش لامك الشرير ولا ابراهيم ولا اسحاق ولا يعقوب على معاصيهم؟ وليه ربنا ما قالش في اليوم الثاني للخلق انه راى ذلك حسنا لما خلق الجلد والمياه فوقها؟ وهل هي دي طاقات السماء اللي اتفتحت وسببت الطوفان؟ وليه ربنا ياخد على نفسه عهود غير مشروطه مع ناس من العهد القديم؟ وازاي العهود دي ما كانتش عهود تخصهم لكن تخص خلاص العالم كله؟ وهل حقيقي ربنا فعلا امر باباده عرقيه لشعوب عماليق وكنعان واريحه وغيرهم؟ وليه ربنا ما اهلكش الشيطان زي ما اهلك الناس في الطوفان وفي سدوم وعموره؟ وهل شعب اسرائيل اللي خرجوا من مصر وهلكوا في البريه ما دخلوش ارض الموعد بس ولا هلكوا روحيا وابديا كمان؟ وهل العهد القديم صحيح بيشجع على العبوديه؟ وايه الكتاب المقدس بيقصده لما بيقول ان ربنا